ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا ابراهيم حمدين ودي قناة حمدين ويتش، واحنا النهارده جايين نتكلم في حلقة عن الفانتازي. والحلقة دي هتبقى حلقة توقعات بس. كل اللي هنعمله ان احنا هنتوقع كده الماتش كام كام، وفي لاعب كده مجنون مثلا هبقى عايز اختاره في الماتش، لاعب مجنون، حاجة كده غريبة عايزين نعملها. فان شاء الله الحلقة دي مش هتبقى طويلة خالص، كل ماتش هقول نتيجته، هقول اللاعب المجنون اللي انا بتوقعه، او لاعب مش الانظار مش عليه قوي. يلا بينا. مستحيل مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم. اول ماتش كده عايز اتكلم عليه هو تشيلسي وويست هام. تشيلسي وويست هام انا متوقع ان بوين هينفجر الماتش ده. اللاعب مش عليه كتير، متوقع ان بوين قدام تشيلسي هوم هينفجر في الماتش ده. النتيجة اللي متوقعها هي 2-1. ممكن بوين يجيب الجونين، ممكن الجون واسيست. الانفجار مش حاجة يعني، مش معنى اني بقول هينفجر انه يجيب هاتريك، لا، انه هيجيب حاجة مش متوقعة، يجيب جونين، جون واسيست، دبل ديجيتس عموما. فده كده اول ماتش. تاني ماتش استون فيلا وولفز، والماتش ده انا متوقعه يخلص 3-1 لاستون فيلا. وده ماتش تألق رامسي، جاكوب رامسي. ده توقعنا، وزي ما قلنا توقعات مجنونة بره الصندوق. فده تاني ماتش. طيب تالت ماتش نيوكاسل وفولهام. متوقع الماتش ده 2-0 نيوكاسل. جوردن بقى، اعتقد ان هو خلاص يعني المفروض ان هو الجاي ده بتاعه. وانا بالمناسبه متوقع ان ايزاك كمان يلعب بعد مؤتمر ايدي هاو، عشان ايدي هاو دايما بيحب يغفلنا، فهو قال لسه هنشوف وبتاع، بس هو غالبا هيلعب. فده تالت ماتش. نخش على رابع ماتش ايفرتون وليستر، وده انا متوقعه 1-1. مش هيبقى في حد هينفجر قوي، بس ممكن اتوقع ان ماكنيل هو اللي ممكن يجيب الجول. ده بالنسبه للرابع ماتش. خامس ماتش ليفربول وبورنموث. الماتش ده انا متوقعه 3-0 ليفربول. ومتوقع لو نونيز لعب نونيز هينفجر. متوقع انفجارة نونيز بقى معاه ارنولد. متوقع ان ارنولد الجوله دي هيعمل حاجه، ممكن يطلع بكلين شيت وجون واسيست حاجه كده، يعني هيطلع بنقط حلوه قوي للي معاهم ارنولد. ده كان خامس ماتش. نخش على سادس ماتش ساوثهامبتون وابسويتش. الماتش ده انا متوقعه 2-1 لساوثهامبتون، واللاعب اللي متوقعه فيه لاعب من ساوثهامبتون، هو اللاعب 33 واسمه تايلر ديبلينج. اللاعب رقم 33 في ساوثهامبتون اللي بيلعب وينج يمين. اللاعب ده اللي هيتفرج على الماتش ده، لو حد اتفرج على ساوثهامبتون وإبسويتش يبقى يتفرج بس على اللاعب ده، واللاعب ده هو اللي انا متوقع انفجارته الجولة دي، تايلر ديبلينج. ده بالنسبة لسادس ماتش. نخش بقى على سابع ماتش كده، توتنهام وبرينفورد. والماتش ده انا متوقعه هو انفجار توتنهام عموما، يكون ليهم رد فعل بعد كذا هزيمه اللي تعرضوا ليها، والماتش على ارضهم وسط جمهورهم. فمتوقع 3-0 توتنهام. سولانكي بقى، سولانكي جاي الماتش ده، يعني اللي صبروا على سولانكي او اللي فضلوا سايبينه لحد دلوقتي، سولانكي الماتش ده انا متوقع انفجاره. ده بالنسبه لسابع ماتش. تامن ماتش يونايتد وبالاس. الماتش ده متوقعه 2-2، من يونايتد جارناتشو، من بالاس نيكيتيا. دي توقعاتي في النتيجة واللعيبة. طيب نخش بقى على تاسع ماتش برايتون ونوتنجهام، وانا متوقع الماتش ده 2-0 لبرايتون، وجواو بيدرو هيتألق، مع ان في شكوك حول مشاركته اصلا، بس انا متوقع جواو بيدرو الماتش ده. طب ده تاسع ماتش. نخش بقى على اخر ماتش ارسنال والسيتي. تعالوا بقى نديها واحدة جنان شوية، وطبعا الموريسيو هيفرح قوي من الكلام ده. 2-1 ارسنال. ارسنال هيجيب منه ستيرلينج وتروسارد، وجون سيتي هيكون برناردو سيلفا. وده كان اخر ماتش، ودي التوقعات المجنونه اللي انا توقعتها، توقعات الماتشات، توقعات اللعيبه اللي انا بالنسبه لي هينفجروا. وانفجارة الجوله دي اللاعب اللي هيبقى اعلى نقاط في الجوله هو بوين. دي كل توقعاتي. حلقه مش طويله، حلقه بس طالعين فيها نتوقع كده حاجات بسيطه قوي. و... وانتوا كمان اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، ونشوف بعد الجولة مين اكتر واحد جاب توقعات صحيحة، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجاية. سلام.